هذه إذاعة إرنا. مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 11 من سبتمبر. كما عودناكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية. وقبل البرنامج نقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزارة التربية تقول أنها أدخلت نظام المكتبات الرقمية في الإقليم الأوسط. الهلال الأحمر الأماراتي يتبرع ب100,000 طن من المساعدات الإنسانية للسودان. أخيرا المغرب يفرض حظرا صحيا كاملا على مدينة الدار البيضاء. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. نقل موقع شابيت الناطق باسم وزارة الإعلام في إريتريا بأن وزارة التربية أدخلت خدمات المكتبات الرقمية والوسائل السمعية والبصرية في مدارس الإقليم الأوسط. وقال السيد بلاي هبت جابر مدير تقنيات التعليم بالوزارة بأن تطبيق النظام بدأ في الإقليم الأوسط، حيث تم تزويد 27 مدرسة بمكتبات رقمية و40 مدرسة أخرى بالوسائل السمعية والبصرية. كما بدأت مكتبة رورا الرقمية بتقديم خدماتها للزوار حسب ما أشار بذلك المسؤول. الجدير بالذكر بأن معهد الاتصالات التابع للأمم المتحدة يصنف إريتريا ضمن أسوأ الدول في خدمات الإنترنت والاتصالات على مستوى العالم، حيث لا يحصل سوى 50,000 من مجمل مواطنيها البالغ عددهم 3.5 ملايين على خدمة الإنترنت، وتتركز خدمات الإنترنت في المكاتب الحكومية بشكل خاص. أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأنها تلقت 100,000 طن من المساعدات الإنسانية، والتي تشمل مواد غذائية وأدوية وخيام وبطانيات ومواد أخرى لإغاثة ضحايا الفيضانات الكارثية التي يشهدها السودان حاليا، والتي أدت إلى انهيار حوالي 100,000 منزل ووفاة ما يزيد عن 100 شخص. وقال ولي عهد الأمارات محمد بن زايد بأننا نقف مع السودان في محنته ونعرب عن تعازينا لذوي الضحايا، والواجب يملي علينا تقديم يد العون في هذه المحنة. وأكدت مصادر سودانية بأن فيضانات هذا العام تعتبر الأسوأ التي تضرب البلاد منذ حوالي 100 عام. أعلن وزير الصحة المغربي خالد آية طالب بأن مدينة الدار البيضاء دخلت تحت الحجر الصحي الكامل لمدة 2 أسبوع كاملين بعد تزايد حالات وباء كورونا في المدينة. وقال الوزير أن الحجر الصحي سوف يشتمل على إغلاق للمدارس والجامعات والتجمعات العامة، إضافة لفرض حظر تجول في المدينة. وجاءت هذه الخطوة بعد التزايد الكبير للمرض في المغرب عامة، حيث بلغت عدد الحالات حتى 7 من الشهر الجاري 75,000 حالة، بينما كانت في شهر يونيو الماضي حوالي 5,000 حالة. وأكد الوزير بأن هناك مخاوف حقيقية من أن يجتاح الوباء بشكل كامل المدينة، وعليه وجب اتخاذ الخطوات اللازمة بشجاعة وحزم. وتشهد العديد من البلدان في العالم عودة سريعة ومفاجئة للوباء، حيث سجلت فرنسا 8,000 إصابة يوميا بالمرض، مع مخاوف مع بدايات العام الدراسي في سبتمبر الجاري. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. وزارة التربية تقول أنها أدخلت نظام المكتبات الرقمية في الإقليم الأوسط. الهلال الأحمر الأماراتي يتبرع ب100,000 طن من المساعدات الإنسانية للسودان. أخيرا المغرب يفرض حظرا صحيا كاملا على مدينة الدار البيضاء. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا.
هذه إذاعة إرنا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا معكم آنساتي سيداتي سادتي عبر الأثير. ننتقل بكم من أستراليا إلى مصر الحبيبة، إلى باريس مدينة النور، وإليكم عبر الأثير أينما كنتم تتابعون بث إذاعة إرنا الدولية من باريس. وهذه الأيام نحن نشرف بالحديث مع الدكتور السيد شعبان جادو عبد الوهاب، أستاذ علم اللغة العربية، الخبير اللغوي بوزارة التربية والتعليم المصرية، وهو الرجل المعروف الأديب الكاتب للصحف المصرية والعربية. نلتقيه للمرة الثانية في إذاعتكم إذاعة إرنا الدولية من باريس. دكتور، يا هلا ومرحب بك من مصر الشقيقة. هذه إذاعة إرنا. مرحبا أخي وأعزكم الله. أدام الله العز بيننا وبينك دكتور. طيب دكتور، كنا توقفنا في رسالة الماجستير التي كانت كما ذكرت في جانب من علم الصوتيات. دكتور، نحن نسجل هذه المقابلة والأحداث، وسائل الإعلام العالمية كلها تتحدث عن بيروت التي يعني بكت وأبكت معها كل الخليقة يعني بذلك الحدث بتاعت الانفجار. ومما قرأت لكم دكتور في صفحتكم التي دائما هي مبهرة وفيها كل شيء جميل، قرأت لكم شيء كتبتم عن ما كتبتموه عن بيروت وهي تنتحب وتبكي. فماذا كان العنوان دكتور السيد شعبان؟ كان عنوان ما كتبت عيون بلقيس وبيروت تنتحب. طيب هلا قرأت لنا دكتور؟ هي قصة قصيرة اعتدت أن أكتب في هذا الفن كلما طاوعني قلمي ودار بخاطري فكر ما لحدث أو لأمر أمر به أو تمر به المنطقة، فيكون قلمي هو تلك الكاميرا التي أسجل بها سردا. ما في شك. نعم. فأقول في عيون بلقيس أو بيروت تنتحب راودتني عن نفسي، تدفع بي إلى عالم متلبس بالأوهام، مفردة لم أكتبها بعد. أحاول دائما أن أبتعد عن فكرتها. يطاردني الحلم كلما أمسكت بالقلم، فكل العواصم مثقلة بجراحها، تلملم بقاياها. كلما تناثرت الأشلاء في بقعة تبعتها أخرى، أخاف أن أمر بمفردات التي يخايل بها عقلي. ثمة خطر ما يقف لي عند حنية الطريق، كلما ألمح شيئا ألح علي التمست سبلا أخرى. تدور عيناي في الفراغ المحيط بي، أتحسس رقبتي، فقد تكون المقصلة جزاء هذا الهراء. مؤكد أنه عبث. ثمة كتابة تعد جريمة وأخرى تجلب شهرة. في الحالتين تلك مخاطرة، ومن يضمن لي أن نباش النصوص لن يعثر على دليل اتهام يلقي بي في عتمة تمتد. هذا إن أخذته بي الرحمة، لكن خاطرا ما يساومني، الكتابة أو الموت. علي أن أختار بيروت أم بغداد أم صنعاء. الحياة اتجاه واحد وأمكنة متعددة. فكرت أن أتعاطى حبوب النوم التي تباع في علب خاصة، وراء لافتات جذابة يقود أصحابها سيارات سوداء
عليها إشارات لهيئات خاصة، ومن ثم يخاصرون نسوة يتثنين فتنة في حنيات الطريق أسفل أعمدة الإنارة الباهتة الأضواء. يستبد بي شعور بالغثيان، تنتفخ بطني بصورة مقززة. حين ذاك لا أجد لي وزنا، يتساقط حبر قلمي يرسم خلفي صورة فأر. في مرة سابقة تملكني الخوف أن أكون كريه الوجه. كلما سرت في الطريق يتضخم ذلك الحيوان الذي يتبعني، يقهقه المارون بجواري، ينفضون ثيابهم. أمي دائما ما كانت تحذرنا من أن يتسلل فأر إلى خزانة الطعام، كيف وإن رأت ولدها وقد صار أشبه به. تساءلت كثيرا، هل أنا مجنون؟ ربما تكون تلك الحقيقة هي ما يستبد بي. هلاوس تتملكني وظنون تعبث بي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يا سلام يا سلام، بارك الله فيك يا دكتور. كنتم سيداتي سادتي مع الدكتور السيد شعبان، وهو يقرأ عليكم مقالته التي عنونها عيون بلقيس، وهو يرى بلقيس وبيروت، بيروت عروسة الشرق، يجري فيها ما جرى قبل أيام من ذلك الانفجار وتلك الجريمة بكل معانيها. دكتور، لازلت مع إذاعة إرينا الدولية من باريس. أنت يعني معروف عنك من يود أن يقرأ كتاباتك الجميلة يدخل إلى صفحتك النيرة الباهرة. ما هي منطلقات اهتمامك بمثل هكذا كتابات في عالم لا يقرأ ما يكتب؟ لو أننا تخلينا عن الكتابة والقراءة لكنا أشبه بالموتى، فكثير من الموتى أحياء، وكثير من الذين غادرونا هم الأحياء. أنت تقرأ الآن روائع نجيب محفوظ فتراه حيا بيننا بكتاباته وبأعماله الراقية. الطيب صالح في موسم هجرته إلى الشمال، في عرس الزين، في روائعه التي سجلها ورصد عوالم منسية. من كان منا يعلم بالسودان وبأدبه وبإشراقاته وبفنه العريق إلا إذا طالع ما سطره أدباؤه، ما كتبه التيجاني يوسف بشير في ديوانه إشراقة، ما كتبه عبد العزيز بركة ساكن، ما كتبه أدباء السودان وأدباء العرب. كل أديب يعرف بوطنه. ماركيز ذلك الكولومبي البعيد النائي الديار، لما كتب 100 عام من العزلة، ولما كتب الجنرال في متاهته، ولما كتب ما كتب، أكنا نسمع به لولا أنه كتب؟ إننا بالفعل نجهل الكثير والكثير. عندنا مثلا في مصر أدباء عظماء، لكن من يقرأ لهم؟ محمد حسن عبد الحليم، ذلكم الروائي العربي المبدع. علي أحمد باكثير، ذلك اليمني الحضرمي الذي جاء إلى مصر. العقاد والرافعي والمنفلوطي وإليف شافاق وأرهان باموق. نعم، ونجوم. نعم وغيرهم. نعم. وتظل الكتابة هي النبض الحي الذي لا يفنى ولا يبلى. أما من لا يقرأ فهذه مشكلة العصر، أن الصورة المتحركة أخذت المشاهد والمتابع من عالمه الأصيل، من عالم القراءة إلى عالم الصورة. فيا حبذا لو جمع المشاهد ما بين النص مكتوبا ومشاهدا في أعمال سينمائية راقية، إذا لارتقى الوعي وتهذبت.
نعم دكتور. نعم. ندلف إلى التخصصات العلمية لحضرتك. الدكتوراه كانت أما الدكتوراه كانت في لغة الرواية. لغة الرواية، حدثنا عن هذه. نعم. الرسالة العلمية. أنا هذه رسالة علمية رصدت عندنا في علم اللغة جانب من جوانبها اللي هو علم الدلالة. فاللغة أصوات وصرف أو تراكيب، سيمانتكس، سينتاكس، ومعاجم، وصرف. فأحد شقيها، أحد أجزائها كان علم الدلالة، واخترت من علم الدلالة لعلم الدلالة الرواية، لغة الرواية، حتى أجمع ما بين الدراسة. دلالة الكلمة، دلالة في الرواية، دلالة الرواية مكتملة، حقول دلالية. لا، لما نقول علم عندنا لخص لنا علم الدلالة. نعم، ماذا نعني بعلم الدلالة؟ هو علم المعنى. الكلمة هو علم المعنى، معناه الكلمة في سياقها وليست كلمة مفردة. فعلم النحو، فعلم الصرف يدرس الكلمة مفردة، وعلم النحو يدرس الكلمة في تركيبها. صح. نعم. أما علم الدلالة فيدرس اللغة في شمولها وفي معناها وفي ظلالها وفي امتداداتها الأفقية والرأسية. طيب، لماذا علاقات رأسية الرواية لأنني أديب، وجمعت ما بين فني الأثير ألا وهو الأدب والكتابة في السرد، وبين تخصص العلم الدقيق. فدرست لغة نجيب الكيلاني، لغة الرواية عند نجيب الكيلاني دراسة دلالية معجمية. لماذا اخترت نجيب الكيلاني؟ والله لأن نجيب الكيلاني أديب يقترب من نجيب محفوظ صنوه، وكانت صلتهما متقاربة. لكن نجيب الكيلاني درس من نواح أخرى في علاقته بالسياسة وبغيرها، ولكنني آثرت أن أدرسه من جانب المعنى، لأن نجيب الكيلاني عاش في الريف وكتب عن الريف المصري، فكتب ملكة العنب، وكتب أبو الفتوح الشرقاوي، وامرأة عبد المتجلي، وكتب عذراء جاكرتا، وكتب عمالقة الشمال، وكتب الذين يحترقون، وكتب رحلة إلى الله. كتب أعمال تربو على 40 رواية، بل هو أكثر الأدباء العرب كتابة ورواية ورصدا. فاخترت من أعماله 4 روايات درستها. دراسة نعم، في جانب اسمه الحقول الدلالية. الحقول الدلالية أن تصنف كتابات الروائي في خانات، طبعا الموجودات والأحداث والعلاقات وغيرها عندنا في الحقول الدلالية. جميل. وكانت دراسة وصفية تحليلية؟ نعم، دراسة وصفية تحليلية. يعني مثلا استخدم أدوات الزراعة، محراث، فأس، منجل، واستخدم وابور. فكلمة وابور هذه كلمة غير عربية، فرصدت نشأة الكلمة ودخولها في المعجم العربي. درس مثلا أو كتب مثلا لنا كلمة درويش. هذه الكلمة يظن البعض أنها عربية، لكن بتتبع سياقها في المعاجم وجدت أن هذه الكلمة فارسية، ثم انتقلت من الفرس إلى التركي إلى العرب، فأصلها درويش. درويش. فالواو الأتراك لا ينطقونها واوا، بل ينطقونها فاء، درويش، وعربت إلى العربية درويش، وهكذا. وكثير، والتكايا والزوايا والخانات والخنقاء، ومعظم ما كتبه نجيب الكيلاني في هذه الروايات ال4 محل الدراسة رصدتها. متى ناقشتم الرسالة دكتور؟ في 2018. طيب، ونالت درجة كانت الامتياز. درجة امتياز، ما شاء الله.
نعم مرتبة الشرف، نعم، ألف مبروك دكتور. وطبعا هذه إذاعة إرنا. علم ليس سهل. لازلتم أعزائي المستمعين وبيننا وبينكم دقائق على أن نكمل هذه الحلقة، ثم نعاود الحديث مع الدكتور السيد شعبان جادو عبد الوهاب، أستاذ علم اللغة العربية، خبير لغوي بوزارة التربية والتعليم المصرية، وهو الأديب الكاتب بالصحف المصرية والعربية. دكتور، لعله يكون من الشيء الذي يخفف على المستمع أن نختم بمواقف يعني صادفتك، مواقف طريفة في البحث العلمي. طبعا مواقف كثيرة موجودة، فيا ريت تذكر لنا واحدة من المواقف التي دائما عندما تتذكرها، سواء كان في برنامج الماجستير أو في برنامج الدكتوراه، من المواقف كلما تذكرتها بتضحك. يعني يضحكني في مسيرتي الكتابية والإبداعية والعلمية الأكاديمية أنني غير متجهم في عملي، أنني أستقبل الحياة بصدر رحب، وأن أصنع من اللا شيء شيئا، فأكتب عن عالم متخيل. قد يكون شيئا بسيطا، قد تأتي قطة صغيرة فتزعجني. فمن الأشياء العجيبة أنني كتبت قصة قصيرة بعنوان القط الأخضر. أمي أمد الله في عمرها كانت عندها قطة تعاكسها وتعابثها وتسرق أشياءها، فألحت علي أن أخذها في كيس وأن ألقي بها في النهر. فقلت لها لا، يعني لن ألقيها في الماء. فجاء سائق بسيارته من بعيد، فقلت له خذ هذه السلة بها قط وارميها بعيدا. فعند منتصف الليل وجدنا من يدق على الباب، فقالت لي يعني صحى أبي رحمة الله عليه من نومه وقال لا، لقد جاءت المحروسة إليك، فحلفت يمينا ألا تقربها بسوء. يا سبحان الله. فتخرج إليها كل شيء، كل لحظة بإناء فيه لبن أو فيه خبز أو فيه قطع لحم أو سمك، وتطعمها هي وصغارها. فكتبت قصة، نعم، أسميتها القطة الخضراء. من الطرائف العجيبة أيضا أنني نشرت لي جريدة في جريدة الأدب الإسلامي قصة قصيرة العائدة بعنوان شعبان جادو عبد الوهاب. فضحك أبي كثيرا رحمة الله عليه، وقال الآن بعد 80 أكتب قصصا وهي تنشر لي الكتب والصحف والمجلات. يعني نسوا السيد، لأننا لا اسم السيد وأبي هو شعبان. فضحك أبي وقال أدركت يا ولدي أنني الآن أشهر منك بين الناس. وضحكنا جميعا. رحمه الله رحمة واسعة. رحمه الله وأحسن عليه. دكتور سعيد، نعم، سعدنا بلقائك. أما أنت لم تسألني عن محاور السرد وعن موضوعاته، على ذلك يكون في سنسأل يا دكتور. نحن لسه ما بدينا أصلا، لكن لأنه مرتبطين بالزمن دائما في الحلقات، فأدركنا الزمن، وفي دقائق كمان يعذرون الجماعة. في الختام الشكر للدكتور السيد شعبان جادو، أستاذ علم اللغة العربية، الخبير اللغوي بوزارة التربية والتعليم المصرية، الأديب الكاتب بالصحف العربية والمصرية. شكرا لك، كنت معنا في إذاعة إرنا الدولية من باريس. ولا يسعني في الختام سادتي إلا أن أشكر الدكتور باسمكم جميعا. تقبلوا تحياتي أحمد شريف برفقة زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وزارة التربية تقول أنها أدخلت نظام المكتبات الرقمية في الإقليم الأوسط. نقل موقع شابايت الناطق باسم وزارة الإعلام في إريتريا بأن وزارة التربية أدخلت خدمات المكتبات الرقمية والوسائل السمعية والبصرية في مدارس الإقليم الأوسط.
وقال السيد بلاي هبتجابر مدير تقنيات التعليم بالوزارة بأن تطبيق النظام بدأ في الإقليم الأوسط، حيث تم تزويد 27 مدرسة بمكتبات رقمية و40 مدرسة أخرى بالوسائل السمعية والبصرية، كما بدأت مكتبة رورا الرقمية بتقديم خدماتها للزوار حسب ما أشار المسؤول. الجدير بالذكر بأن معهد الاتصالات التابع للأمم المتحدة يصنف إريتريا ضمن أسوأ الدول في خدمات الإنترنت والاتصالات على مستوى العالم، حيث لا يحصل سوى 50,000 من مجمل مواطنيها البالغ عددهم 3.5 ملايين على خدمة الإنترنت، وتتركز خدمات الإنترنت في المكتبات الحكومية بشكل خاص. الهلال الأحمر الإماراتي يتبرع ب100,000 طن من المساعدات الإنسانية للسودان. أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأنها تلقت 100,000 طن من المساعدات الإنسانية، والتي تشمل مواد غذائية وأدوية وخيام وبطانيات ومواد أخرى لإغاثة ضحايا الفيضانات الكارثية التي يشهدها السودان حاليا، والتي أدت إلى انهيار حوالي 100 منزل ووفاة ما يزيد عن 100 شخص. المغرب يفرض حظرا صحيا كاملا على مدينة الدار البيضاء. أعلن وزير الصحة المغربي خالد آية طالب بأن مدينة الدار البيضاء دخلت تحت الحجر الصحي الكامل لمدة 2 أسبوع كاملين بعد تزايد حالات وباء كورونا في المدينة. وقال الوزير بأن الحجر الصحي سوف يشتمل على إغلاق للمدارس والجامعات والتجمعات العامة، إضافة إلى فرض حظر تجول في المدينة. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وأذكركم كالعادة بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا فيذا ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.